صباح الخير. ازيكم؟ حكايتنا النهاردة عن المخرج الكبير نيازي مصطفى. ونيازي مصطفى واحد من رواد الإخراج السينمائي في مصر، واتولد سنة 1910 في محافظة أسيوط لأب سوداني من الأعيان وأم تركية متعلمة. واتجوز نيازي مصطفى مرتين، الأولى من الممثلة كوكا اللي اشتهرت بأداء دور البدوية في أفلامه، وكانت أصلا المساعدة بتاعته في قسم المونتاج باستوديو مصر. والتانية كانت من الرقاصة نعمة مختار. ودرس نيازي مصطفى في ألمانيا ودخل معهد الفيلم الألماني، ولما رجع مصر اشتغل مونتير في استوديو مصر، وبعدين مساعد مخرج مع الفنان يوسف وهبي، وبعدين مخرج. وكان أول فيلم يخرجه سنة 37 هو فيلم سلامة في خير بطولة الريحاني. وبعدها أخرج نيازي مصطفى عدد كبير من الأفلام، منها رصيف نمرة 5، أبو حديد، سر طاقية الإخفاء، لعبة الحب والجواز، وغيرهم. ولما عرف نيازي مصطفى إن مراته الأولى كوكا جالها سرطان، طلق نعمة مختار ورجع لها وفضل معاها لحد ما ماتت. وفي 19 أكتوبر سنة 86 مات المخرج نيازي مصطفى في ظروف غامضة بعد قتله. وفشل رجال الأمن والنيابة العامة في كشف غموض الحادث، وحسب التحقيقات اللي عملتها النيابة كان طباخ نيازي مصطفى هو اللي اكتشف الجريمة. وقال الطباخ إن نيازي اتقتل في أوضة نومه، وكان إيديه مربوطة من وراه بكرافتة، وشرايين إيده مقطوعة بشفرة حادة، وفي بقه قطعة قماش عشان ما يعملش صوت. وانتهت التحقيقات لتأييد الجريمة ضد مجهول.